أنطق المصري القديم الحجر وأبدع فناً يضاهي المعجزات، وامتداداً لقدرة المصريين على تطويع الصخر وعمل أشكال فنية منه، كما كان عليه المصريون القدماء عند إنشاء المعابد والمسلات منذ آلاف السنين. تأسس سمبوزيوم أسوان للنحت في عام 1996 على يد الفنان الراحل آدم حنين، ويعد هذا السمبوزيوم الأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار. يشارك فيه العديد من الفنانين والمثالين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم، لتساهم أعمالهم الفنية في إنشاء أكبر متحف مفتوح للنحت بالصخور على أرض أسوان. سمبوزيوم أسوان للنحت الدولي ده كانت فكرة أسسها الفنان العالمي آدم حنين. من خلال أنا طبعا تعاملي معاه وقعدت معاه كذا مرة، فهو كان دايما بيتكلم على إنه التجربة أو الفكرة جات له من إن هو لما راح مرة ملتقى في دولة أوروبية عشان يعملوا نحت على الحجر، فعجبته الفكرة قوي. قال ده احنا أساس الحجر، احنا أصحاب المعابد وأصحاب الحضارة الفرعونية، ويعني لينا باع كبير قوي في النحت على الحجر. ليه ما يكونش عندنا سيمبوزيوم زي كده يكون يعني ملتقى للفنانين محب النحت على الحجر؟ فطبعا أول ما جات له الفكرة مصدر كل المعابد والتماثيل الكبيرة الضخمة اللي معمولة في مصر دي من أسوان. الجرانيت الأحمر بتاع أسوان ده معروف عالميا إن هو موجود هنا بس. فطرح الفكرة أيامها على صندوق التنمية الثقافية، فإن هم ليه ما يكونش فيه ملتقى يجمع الفنانين المصريين أبناء الحضارة الفرعونية والفنانين العالميين اللي ليهم تجربة مع الحجر أو يعني متخصصين في النحت على الحجر. بدأت فكرته من حوالي 27 سنة، سنة 1996، وكانت دي أول ملتقى. طبعا بدعم كبير من وزارة الثقافة في الفترة دي وبدعم من محافظة أسوان. محافظة أسوان رحبت طبعا بالفكرة جدا، وفرت لهم الحجر، وفرت لهم العمالة، وفرت لهم الأوناش اللي ترفع الحجر ويقطعوا بيها. وبدأت التجربة كانت قوية من أولها. فطبعا وكانت دايما بتتم في فترة الشتاء، يعني في فترة من نص يناير أو أول فبراير، وبتستمر لفترة شهرين. كان بيجي الفنان بيقيم هنا في أسوان، وكان بياخد يعني بيبقى ليه مطلق الحرية للتعرف على الثقافة المصرية والحضارة المصرية. بيتعمل له زي في الأول كده زي جولة في المعابد، معبد فيلة ومعبد أبو سمبل، عشان يشوف قد إيه إحنا حضارتنا قوية وقد إيه حضارتنا كبيرة ومهمة، ويتعلم منها. ده كان بينتج تماثيل يعني وأعمال فنية غاية في الروعة. وفي آخر كل دورة بعد الشهرين دول بتنشأ علاقة قوية جدا بين النحات العالمي ده وبين النحاتين المصريين، وبين العمالة المساعدة اللي كانوا بيجولوا من أبناء المحافظة من هنا. وكانت دي بتعمل زي تنويع ثقافي. دي النتيجة الأولى أو النتيجة الأهم.
السيمبوزيوم من كتر ما هو دورة واثنين وثلاثة، احنا في الدورة 27 السنة دي، فنتج مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الفنية الضخمة واللي حجمها كبير. طبعا في الأول كانت الفكرة إن الأعمال دي تتوزع في شوارع المحافظة وتبقى يعني ليها تواجد كده، بحيث تبقى في تنمية ثقافية، ويعني نعلي بيها اللغة البصرية عند المواطن الأسواني أو السايح، بحكم إن أسوان بلد سياحية يعني. فلما كترت عدد التماثيل دي، نشأت فكرة إن احنا يتعمل متحف مفتوح. اتعمل المتحف المفتوح ده على عند الشلال، على فوق الجبل كده ناحية النيل، وده فيو هناك أكثر من رائع طبعا. المتحف المفتوح ده محطوط على البرنامج السياحي للزوار بتوع أسوان، عشان يشوفوا ان احنا لينا جانب ثقافي وفني مهم جدا. عدى ال 400 قطعة فنية من اللي هي مساحتها 3 متر و5 متر في المتحف المفتوح ده. وكان في برضو فكرة ان يتم إهداء بعض الأعمال لكل محافظات مصر. انا مش عارف بس تم تنفيذ الفكره ولا لا، بس يعني كان في فكره ان تماثيل السيمبوزيوم دي لازم تكون تعمل زي نوع ثقافي وتنويع ثقافي في المحافظات، وتتوزع الاعمال دي تتعمل في ميادين المحافظات. يعني ده نتاج، لان ده سيمبوزيوم على مستوى الشرق الاوسط الفريد من نوعه، اللي بيؤرخ للنحت على الحجر ده، ويعني ليه تواجد قوي جدا على مستوى الشرق الاوسط، مش على مستوى مصر واسوان بس. كان برضو هنا من ضمن الاعمال حاجات بتتحط هنا في الميادين العامه وفي الشوارع، كان ناحيه المحطه وكده. ده كله ده وباقي الشغل بيتحط كله فين؟ في المتحف المفتوح ده. سيمبوزيوم أسوان للنحت الدولي كان فرصة مهمة جدا لأن الناس تلتقي بثقافات مختلفة كتيرة ويتعلموا من بعضهم. يعني كان عندنا من كل الدول الأوروبية فنانين بيجوا بيحتكوا بالمصريين وبيتعلموا منهم وبيعلموهم. وكان حتى يعني من أجمل الحاجات كنت تلاقي دايما الفنانين الأجانب هم ماشيين لازم ياخدوا ذكرى، شال، كوفية، برنيطة من الخوص، حاجات كده، لأن هم كانوا بيحبوا المكان وكانوا بيرتبطوا بيه وبيرتبطوا بالمصريين بشكل كبير، وبيتمنوا ان هم كل سنة يرجعوا تاني هنا. وبعدين برضو المصريين كانوا بيتعلموا من الأجانب حاجات كتيرة، زي يعني هم برضو محترفين في التعامل مع الآلات وفي طريقة القطع ومعاهم أدوات حديثة. كانت بتبقى فرصة كويسة ان هم يتعلموا منهم الأدوات دي ويجيبوها ازاي ويستخدموها ازاي. كمان سيمبوزيوم أسوان للنحت الدولي كان فرصة يعني لاكتشاف مواهب يمكن ما كانش يبقى لها فرصة، او ما كانش حد يسمع عنها، او يعني ما كانتش واخدة حقها في الظهور في المجتمع الفني او في المجتمع المصري يعني. فيعني من ضمن الناس المهمين
اللي تم اللي ظهروا بشكل كبير في الملتقى كان الفنان عبد البديع. عبد البديع ده كان ملقب بشيخ النحاتين. هو فنان تلقائي ولكنه كان بيمتاز بحب كبير للحجر، ومن الناس اللي هي مرتبطة بالحجر بشكل يعني زيه زي الفنانين بتوع الحضارة المصرية القديمة. فكان كانت فرصة جيدة ان هو كل سنة كان بيشارك، الله يرحمه طبعا قبل ما يتوفى، وحاليا كمان ابنه الدكتور شريف عبد البديع هو كان ماسك كوميسير الملتقى كام سنة اللي فاتوا دول. فيعني أجيال بتسلم أجيال، وثقافات بتسلم ثقافات، ويعني ايه فرصة كبيرة جدا ومهمة جدا لتلاقي المبدعين دول.